فيها الصورة الزاهية لفريق الفيصلي في المشاركات الآسيوية. المنافس ما كان سهل، الجيش السوري، والمباراة أقيمت على استاد الملك عبد الله الثاني. الفيصلي 2، الجيش السوري لا شيء. أيضا الفيصلي لن يفوت هذه الفرصة، فرصة استضافة الأشقاء وانطلاقة المباراة. الآن بالفريق الجيش بملابسه الحمراء والسوداء، والفيصلي بملابسه المعهودة الزرقاء والبيضاء، بلقب بطولة الدوري السوري 11 مرة. وهذه كرة وفرصة أولى لمصلحة فريق الجيش، والتسديد وفرصة خطيرة أولى. أول إنذار حقيقي للدفاعات الفيصلاوية، الرد الفيصلاوي مباشرة، فرصة خطيرة تضيع على فريق النادي الفيصلي. الرد بنفس الطريقة، الرد بلغة التهديد من محمد خير. هجوم فيصلاوي منذ البداية، وأنس حجة يعبر عن الفكر الفيصلاوي، والمحاربة من جديد لم يصب الشباك. إذا محمد خير من جديد من الداعمين الحقيقيين للرياضة السورية. كرة في مكان خطير، ولكن الكرة تغطية كانت من لؤي العمايرة. عبد الهادي فاصل من السيطرة والمهارة على الكرة في اللقطة الماضية. أنس محاولة المرور، يلا أنس بيلعب كرة عرضية في مكان، خليل جول! خليلو يسجل الهدف الأول للفيصلي. خليل بني عطية في الدقيقة 17 يضع الفيصلي في المقدمة. خليل الذي يقدم مستويات ممتازة هذه الأيام، يؤكد بأنه أحد الأسماء الصاعدة في الكرة الأردنية. اشتغل أنس من اليسار وحضرها على طبق من ذهب لخليل بن عطية، اللي حقيقة استقبلها وسددها في مكان صعب على الحارس كاوحسو. الدفاعات الجيشاوية، وهي الإعادة من جديد. خليل بن عطية، كرة تلعب مباشرة خطيرة في مكان، ولعبة فنية رائعة، ولكن وسيم البزور يبعد هذه الكرة عند محمد خير، يلعبها في مكان جميل وممتاز. عبد الهادي المحارمة، فرصة الهدف الثاني، يلا يا عبد الهادي، ولكن تسديدته كانت ضعيفة. عبد الهادي فارق 7 نقاط عن فريق النادي الفيصلي. وهي جماهير النادي الفيصلي، تشكيلة الجيش والمحترف الأردني الثاني في فريق الجيش حسون الشيخ، تسديدة ولكن قراءة ولا أروع من لؤي العمايرة. وهذه الكرة العرضية في مكان خليل بن عطية، فرصة ولكن تسديدة كانت متسرعة من خليل بن عطية. الفيصلي بالتأكيد الإيجابية تعني له تحقيق النقاط الثلاث. فيكم دائما هذه المباراة أحمد هايل، وسيم البزور، وكرة مقطوعة، معتز كيلوني، فرصة خطيرة مرت بسلام على المرمى الفيصلاوي، مرر بشكل غير مركز، وتمريرة لأحمد هايل خطير، ولكن لؤي العمايرة موجود. ممتاز لؤي في اللقطة الماضية. الكرة الثابتة مباشرة في منطقة خطرة، ولكن ابعاد، ولكن في النهاية العارضة تنوب عن الجميع. يمر، ما زالت الكرة مع أنس، يلا يا أنس، أنس 1-1، كرة عرضية في مكان، يلا يا عبد الهادي، انهي المباراة، جول! عبد الهادي ما كان هادي في اللقطة الماضية، ويسدد مباشرة إلى الشباك السورية. عبد الهادي في أول كرة فيصلاوية في الشوط الثاني يدك المرمى الجيشاوي بصاروخ أرض. عبد الهادي تلقى الكرة العرضية، ونفس سيناريو الهدف الأول يتكرر بصناعته لهدفين، والمسجل عبد الهادي المحارمة بالعقل وبالقوة يسجل الهدف الفيصلاوي الثاني. إذن عبد الهادي يضع الفيصلي في المقدمة. كيف سيتم التنفيذ على أرض الواقع؟ كرة مقطوعة تصل إلى أنس، يلا يا أنس، يلا يا أنس، فرصة، يعني كلل جهودك بهدف، ولكن تسديدة مرت. يعني نشاطات والمستويات الرائعة التي قدمها فريق الكرامة، ولكن لؤي ما شاء الله عليه
ما شاء الله على لؤي العمايرة. الجيش السوري هنا في عمان وبهدفين وبأداء ممتاز. الفيصلي يتجاوز كبوته الأخيرة في الدوري ويعلن فوزه بهدفين. إذن مبروك لنادي الفيصلي هذا الأداء وهذه النتيجة. خلينا نسأل مهدي. مهدي، شفت الفيصلي؟ شفت المباراة بجوز شفت اللقطات؟ ما صح لكم جوز تشاهدوها؟ كنت في الطريق أو بعد مباراة أربيل؟ أنا شاهدتها من الفندق. شاهدتها؟ ممتاز. احكي لنا انطباعك كان عن فوز الفيصلي. بداية الموضوع بدي أحيي لؤي العمايرة، يعني تحية خاصة لأنه لاعب قريب على قلبي. أدى أداء مميز في المباراة، يعني حمل المباراة سوبر كان حمل المباراة. واللاعب خليل بني عطية له أكم من مباراة ما شاء الله، متوفق مع الفيصلي ومستقبله واعد، يعني هي مع المنتخب الأولمبي كمان هو اللي سجل الهدف. يعني أداء الفيصلي أنا اللي عجبني إنه بداية المباراة حاولوا ياخذوا الهدف سريعا يعني، وهو توفقوا فيه، وهو اللي زي ما تقول حسم لهم المباراة، خلى فريق الجيش يفتح لعب. وبتعرف انت الفيصلي لما تكون اللعبه مفتوحه في الاطراف عنده بتكون متوافقه في المباراه. طيب. والحمد لله تعاملوا مع المباراه، يعني اخذوا، بتوقع المدير الفني كان موجههم زي ما المدير الفني طلب منهم، وتوفقوا الشباب. اليماني كان متوفق بخياراته بالتشكيله. ثامر، في اكيد اسرار صارت قبل بدايه المباراه، احكي لنا اياها. يا سيدي مثل ما انت بتعرف يعني عوده معالي الشيخ سلطان ماجد العدوان رئيسا للنادي الفيصلي اللي هو الأب الروحي للاعبين وللنادي، كان حقيقة له دور كبير قبل بداية المباراة، بعد خروجنا من مباراة اليرموك متعادلين، وكان لها تأثير سلبي على نفسية اللاعبين. فمعالي الشيخ وإدارة عملوا جاهدين قبل المباراة على رفع من معنويات اللاعبين. واحنا في غرفة اللاعبين يعني حقيقة اعتدنا وتفاجأنا بنفس الوقت انه معالي الشيخ انه قربه من لاعبينه، لكن بزيارة خاصة لنا لغرفة اللاعبين وقبل المباراة ودعمهم معنويا ووعدهم بمكافأة في حالة الفوز. فالحمد لله يعني بتوقع انه العلاقة الموجودة بين معالي الشيخ واللاعبين وإدارة النادي إلها دور كبير كان في هذه المباراة بعد أدائنا السيء في مباراة اليرموك. فإحنا أول شيء بنهدي يعني هذا الفوز للوطن ولسيدنا ولصاحب سمو الملكي الأمير علي، وإحنا في بداية المشوار، وبنهديه لأب الروحي للنادي الفيصلي اللي هو معالي الشيخ اللي له دور كبير. إن شاء الله بنتمنى له وبنتمنى للإدارة كل التوفيق، وإحنا بنوعده إن شاء الله إنه راح نكون عند حسن ظنه، وانه راح نبيض وجهه ونبيض وجه الكره الاردنيه ان شاء الله، كما اعتادت الجماهير الاردنيه وجماهير النادي الفيصلي بشكل خاص، انه الفيصلي هو الممثل، هو شقيق نادي الوحدات. أكيد طبعا أكيد. انهم راح يكونوا خير سفراء للكره الاردنيه. فوز الوحدات ثامر لما وصلتكم النتيجه فوز الوحدات بهدف، نعم، كان عامل ايجابي بالتاكيد، وبنفس الوقت يعني خلينا نحكي استفزاز ايجابي. لا يا استفزاز ايجابي لسمعه الكره الاردنيه، لمواصله الانتصارات بالتاكيد يا سيدي. يعني عدوى الانتصارات يجب ان تنتقل. يا سيدي خلنا أقول لك، فوز نادي الوحدات فوز كان مهم بالنسبة للكرة الأردنية. أنه أول شيء حصول على 3 نقاط خارج أرضه وبداية موفقة لفريق نادي الوحدات، وهذا تكلمنا عنه قبل المباراة. في سألونا الإخوان أنه شو بالنسبة لمباراة الوحدات. مباراة الوحدات كانت جيدة الحمد لله. إخواننا في نادي الوحدات صار عندهم الخبرة الآسيوية. احنا كنادي فيصلي خبرتنا الآسيوية وقربنا من البطولة كبيرة. احنا بطولتين يعني حاصلين على هاي البطولة مرتين متتاليتين. احنا وصيف دوري أبطال عرب. خبرتنا الآسيوية والعربية بتوقع لاعبينا عندهم الخبرة الكاملة فيها والتعامل مع المباريات الخارجية. احنا لما نيجي نتكلم عن بطولة محلية وبطولة خارجية، البطولة المحلية تختلف كل الاختلاف من طبيعتها، من أدائها، من نفسية اللاعبين. لكن احنا الان ممثلين للكره الاردنيه، الفيصل والوحدات. ان شاء الله انه انا مثل ما قلت بالبدايه انه يكون الفيصل والوحدات يستمروا في هذا المشوار الطويل. احنا في بدايه مشوار، ما ودنا نستبق الامور أكيد. لكن أكيد. انه ان شاء الله انه نوصل للفاينل ويكون الفاينل هو اردني ان شاء الله. ان كان الفيصلي او الوحدات حقق البطوله، هذا انجاز للكره الاردنيه وحمل علم الاردن في المحافل الاسيويه ان شاء الله. هذا الكلام الجميل، هذا الكلام اللي دائما بنحب نسمعه، وهذا هو الواقع على فكره. يعني دائما هو الواقع، وهو على ارض الواقع. خلونا نشوف ردة فعل بعد مباراة الفيصلي. أيمن الحكيم مدير الفني للمنتخب لفريق الجيش، ماهر السيد كابتن فريق الجيش، وأيضا المحترف الأردني اللي قدم مباراة حقيقة رائعة أحمد هايل، وكان مزعج جدا بتحركاته. ردود فعل فريق الجيش بعد مباراة الفيصلي. نحن نبارك أول بداية لفريق الفيصلي على كرة القدم، بداية البطولة. برأيي إنه نحن خسرنا حالنا بإيدنا اليوم، خطأين كان ممكن تداركهم.
اتيحت لنا اكثر من فرصه ما استفدنا منها، عارضتين قائمين. يعني اليوم الحظ نحسن نقول انه ما كان بجانبنا. كرة القدم يوم ما بتسجل انت رح يتسجل بمرماك، وضع طبيعي. نتامل انه نحن نستفيد من هالمباراة باخطائها اللي حصلت ونصلح بالمباريات القادمة. لسه المشوار طويل، تصفيات طويلة، باذن الله نحن بنعوض بالمباريات القادمة. فريق الفيصل يعرف يتعامل مع المباراة، قدر يسجل، يمكن سنحط له 3 فرص يمكن قدر يسجل منهم، وهن يعني اشباه الفرص سجل. هاي كرة القدم، احنا ادينا اداء جيد، يمكن صرنا فترة ما عم نأدي الاداء المطلوب. اليوم في اريحية، اليوم اللاعبين يمكن ادوا لكن ما استغلينا الفرص. كرة القدم تعترف باللي بده يسجل. بنقول مبروك للفيصلي، ولسه البطولة يعني باولها ونحن عم نلعب خارج ارضنا. بصراحة احنا نادي الجيش قدمنا مباراة كثير حلوة يعني. بصراحة النتيجة ما كانت عادلة بالنسبة لأداء المباراة يعني. احنا ضيعنا اكثر من فرصة يعني، والفيصل استغل فرصتين وهددنا بس، ولكن سجل يعني فينا هدفين. بنحكي مبروك لنادي الفيصلي ومبروك وهارد لك لنادي الجيش، يعني ما بنقدر نحكي اكثر من هيك. إذن كانت هذه ردود الأفعال من فريق الجيش السوري. مباشرة لردود الأفعال من فريق النادي الفيصلي وعدد من المقابلات التي أجراها الزميل ليثم بيضين. أكرمنا ب3 نقط، أو كبداية يعني أكرمنا ب3 نقط. أنا بشكر اللاعبين، بشكر خاصة الجمهور اللي وقف مع اللاعبين، وقع مع الفيصلي لآخر مباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة. 2 بشكر الفريق الجيش السوري، فريق قوي ويعني كان يلعب كرة كويسة. صحيح احنا كنا الشوط الأول خطرين، بس برضه هو الشوط الثاني كان له دور، بس احنا كفريق دافعنا كويس، سكرنا كويس. اضطرينا انه في المباراة انه كان في عندنا اصابتين، حاولنا يعني نغير، بس كانت تغيير يعني في مراحل في المباراة إجباري. يعني فريق الفيصلي له دور كبير في البطولة الآسيوية. يعني احنا اليوم لعبنا باسمنا في البطولة الآسيوية. بتعرف احنا حايزين على لقبين 2005 و2006، وخسرنا الوصيف برضه بال2007. يعني الحمد لله اليوم الشباب أدوا مباراة كبيرة. خلصنا من الحالة النفسية زي ما حكينا من مباراة اليرموك، وركزوا في مباراة اليوم، صمموا انه نفوت بداية قوية تكون لبداية البطولة، تكون مشوار قوي ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين تحقق الفوز ب3 نقاط. ربنا وفقنا وفزنا ب3 نقاط على ارضنا. المفروض منا يعني المباريات اللي على ارضنا نفوزها كلها اذا بدنا نتاهل، والحمد لله فزنا. وان شاء الله المباريات اللي على ارضنا واللي برا ان شاء الله راح نكون باذن الله يعني نعكس الصوره الحقيقيه للفيصلي ونضل متصدرين باذن الله. وطبعا يعني اهم مباراه كانت في البطوله هاي المباراه الاولى، لانه انت تكسب 3 نقاط على ارضك بتساعدك في انك تتاهل للدور الثاني، والحمد لله قدرنا انه نفوز ونحصد ال3 نقاط هاي. في الفوز بنسيك كل شيء. يعني مباراه كانت صعبه علينا، بتعرف احنا خارجين من بطوله الدوري، كنا متعادلين مباراه وكانت الامور صعبه شوي، بس قدرنا نتدارك الامور يعني بقياده المدرب اللي هو الكابتن محمد اليماني، وقدرنا ان يعني نجيب جول بالشوط الاول، حافظنا عليه للشوط الاول، والشوط الثاني اول ربع ساعه جبنا الجول الثاني، فصارت مسؤوليتنا ان نحافظ على الهدفين يعني اللي احنا جبناهم. وكانت يعني بتعرف يعني هجماتهم يعني خطره شوي، يعني وعندهم مفاتيح لعب كثيره، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نحصد 3 نقاط يعني، و3 نقاط غاليه لانها بارضك يعني. نبقى في مجموعة فريق النادي الفيصلي. في نفس المجموعة